أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورة للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن قويسني شيخ الجامع الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. وأخذنا البارحة باب القضايا، فعرفنا القضية بأنها قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، ثم بعد ذلك قسمنا القضايا إلى قسمين: قضية شرطية وقضية حملية. وقلنا أن القضية الشرطية ما كان طرفاها غير مفردين ولا في قوة المفرد، وقلنا أن القضية الحملية ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفرد. صحيح؟ هذا ما أخذنا في الحصة الماضية. واليوم إن شاء الله سنتكلم على الحملية، سنتكلم عن القضية الحملية. نعم، ونقسمها إلى غير ذلك. نعم، لكن قبل ذلك نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بالحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحب بالجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدرته منكشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامة العلا، محمد سيد كل مغتفى العربي الهاشمي مصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجا يأخذ من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاتداء. وبعد فالمنطق الجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن طي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة
قريحا ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى صواب إدراك مفرد تصور علم ودرك نسبة بتصديق وسيم أقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر مع تجلي التأمل وعكسه هو الضري الجلي وما به إلى تصور وصيل يدعى بقول شريح فتبتهيل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عقلا دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزء تضمنا وما لازم فهو التزام إن بعقل التزم مستعمل الألفاظ ويوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء إيمانه بعكس ما تلا وهو على قسمين عن المفرد كلينا حيث وجد فمفهم اشتراكنا الكلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا فانصبه أو لعارض إذا خرج والكليات 5 دون انتقال جنس وفصل عرض نوع وخاص وأول 3 بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط ونسبة الألفاظ معاني 5 أقسام بلا نقصان تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه ترادف وإما طلب أو خبر وأول 3 ستذكر أمر مع سيل وعكسه دعاء وفي التساوي في التمام وقع الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو جزئية والجزء معرفة على 3 قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفاص وقع والرسم بالجنس وفاص مع وناقص الحد بفاص أو مع جنس بعيد لقريب وقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو جائز في الرسم لما رووا ما احتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية فالثاني شخصية والأول إما مصور وإما مهمل والصور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إذا إلى 8 أيبا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياه بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين. والقسم الثاني وهو الحملية قسمان. نعم، الشيخ رحمه الله لما عرف القضية ثم قسم القضايا إلى قسمين: قضية شرطية وقضية حملية. صحيح؟ قلنا القضية الشرطية ما كان طرفاها غير مفردين وغير ماذا؟ وليس في قوة المفرد. ما كان طرفاها ليس مفردين وليس في قوة المفرد. صحيح؟ ثم قلنا الحملية ما كان طرفها مفردين أو في قوة المفرد. صحيح؟ الآن الشيخ بدأ يقسم في الحملية، والثاني معناه المذكور الثاني، لأن الشيخ قال ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية. ثم قال والثاني. أين الثاني؟ اللي هو حملية، لأنه ذكرها ثانيا. مفهوم كلام؟ تقدير الكلام والثانية في الحقيقة والثانية. واضح؟ نعم. بدأ يقسم في الحملية. نعم. كلية وأراد بها ما موضوعها كلي. هذه هي الكلية. القضية الحملية تنقسم إلى قسمين: كلية وشخصية. كلية وشخصية. ما هي الكلية؟ ما موضوعها كلي. ما موضوعها كلي. عرفنا الكلي ما هو. ما هو الكلي؟ ما لا يمتنع من تصور معناه وجود الشركة فيه. هذا هو الكلي. موضوعها كلي، يعني الموضوع يصدق على أفراد كثيرة. موضوعها يصدق على أفراد كثيرة، هذا معنى موضوعها كلي. لازم يكون موضوعها كلي، هذه تسمى الكلية. نعم. فهم كلام؟ قال تحت، اقرأ معي تحت في الحاشية. قال قوله موضوعها كلي أي صادق في الذهن على كثيرين بحسب الوضع، كإنسان وحيوان. فالإنسان كلي والحيوان كلي، لأنهما يصدقان على أفراد كثيرة. مفهوم؟ آه. فالآن الكلية هي ما كان موضوعها كليا. نعم. سواء كانت مصورة بصور كلية. بصور كلية. هذا هو. سواء كانت مصورة بصور كلي. فهم؟ يعني تقول كل إنسان، كل. هذا هو الصور. الصور هو كل وبعض. الصور معناه مصور إما بكل وإما ببعض. تقول كل الإنسان حيوان، تقول بعض الإنسان حيوان. صحيح؟ هذا هو الصور. الصور هو كل أو بعض. قال سواء كانت مصورة بصور كلي. اقرأ معي تحت الكلي. أي وهي التي تسمى كلية في الاصطلاح المشهور، وهي التي تسمى كلية. واضح؟ أو جزئي أو صور جزئي. نقول بعض الإنسان حيوان، هذا صور جزئي، لأن البعض جزء، البعض جزئي. نعم. أو مهملة من الصور. أو تكون مهملة من الصور. أو مهملة من الصور. ما معنى مهملة؟ لا يذكر فيها الصور، لا كل ولا بعض، مهملة. مفهوم؟ نحو الإنسان حيوان. نحو الإنسان حيوان. إنسان حيوان مهملة، لأن لم يذكر فيها الصور، لا كل ولا بعض، هذا تسمى المهملة. نعم. نحو الإنسان حيوان. نحو الإنسان حيوان. الإنسان حيوان تسمى المهملة، تسمى القضية المهملة، لأنه لم يذكر فيها الصور، لا كل ولا بعض. مفهوم؟ هذا ليصح التقسيم الآتي. نعم، لكي يصح التقسيم الآتي. نعم. فالآن الشيخ قال لك
القضية الحملية تنقسم إلى قسمين: كلية، وهي ما كان موضوعها كلي سواء كانت مصورة بصور كلي أو بصور جزئي، ومهملة. والمهملة هي ماذا؟ المهملة هي التي لم تصور بصور لا كلي ولا جزئي. فهمنا الكلام؟ فالآن واضح كلام؟ أيوة نعم. وشخصية نعم، وهي ما موضوعها معين. هذه الشخصية موضوعها مشخص معين تسمى شخصية، مثل زيد كاتب، عمر قارئ، بكر بكر تاجر، وهكذا. هذه الشخصية ما موضوعها معين مشخص. مفهوم؟ هذا هو. وتسمى مخصوصة، وتسمى كذلك مخصوصة. قال هنا شيء تحت، اقرأ معي تحت. قال معين أي موضوع لشيء بعينه لا يفهم منه غيره بحسب وضعه له. هذا هو المعين، موضوع لهذا الشيء لا يعرف منه غيره، كزيد. هل يعرف منه غيره؟ لا. فهم الكلام. ثم قال مخصوصة، قوله مخصوصة سميت بذلك لأن موضوعها غير مشترك بين أفراد بل مختص بفرد. اقرأ معي تحت، اقرأ معي تحت. مخصوصة قال سميت بذلك لأن موضوعها غير مشترك بين أفراد بل هو مختص بفرد، مثل زيد. هل زيد مشترك بين أفراد ولا مختص بفرد؟ مختص بفرد واحد. هذا نعم. والقسم الأول من الحملية إما مصور بالصور الكلي أو الجزئي، وإما مهمل أي خال عن الصور. هذا هو. والقسم الأول من الحملية، والقسم الأول من الحملية، ما هو القسم الأول من الحملية؟ كلية. الكلية اللي هو القسم الأول اللي هو الكلية. إما مصور بالصور الكلي، تقول كل إنسان حيوان، أو الجزئي أو بعض الإنسان حيوان، أو مهمل عن الصور، مثل الإنسان حيوان مهمل عن الصور. هذا هو الجزء، هذا هو القسم الأول من الحملية اللي هي الكلية. الكلية إما مصورة بصور كلي أو جزئي، وإما مهملة، وإما مهملة. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا. اقرأ معي تحت. قال بالصور، الصور ما دل على كمية الأفراد، هذا هو الصور الذي يدل على كمية الأفراد كلا أو بعضا. سمي بذلك. لماذا سمي الصور؟ تشبيها له بصور البلد. رأيتم زمان كانوا القرية أو البلد يعملون عليها صور محيط بها، صور محيط بها، ويكون لها فقط يكون لها باب واحد يدخل منه ويخرج منه. زمان كان البلد مثل القاهرة كان لها صور كبير مصور بها هكذا محيط بها من كل الجهات، ويوجد باب واحد يدخل منه ويخرج منه. فإذا كان الصور كانت القرية كلها مصورة يسمى صور كلي. أما إذا كان الصور موضوع على نصفها فقط، مصورة في النصف والنصف الآخر غير مصور، يسمى جزئي، صور جزئي. فكذلك هنا القضية، إذا كانت مصورة كلها تسمى كل، إذا كان مصور جزئي يسمى جزئي. مفهوم؟ هذا هو. قال تشبيها له بصور البلد المحيط بجميعه أو بعضه. مفهوم؟ هذا هو. قوله أين هو؟ وإما مهمل، قال مهمل سمي بذلك
لإهماله من بيان الأفراد، لأنه أهمل بيان الأفراد، لم يبين هل الأفراد كلها ولا بعضها، لذلك سمي مهمل. لإهماله من بيان الأفراد أي لعدم بيانها، لأنه لم يبين هل الأفراد كلها ولا بعضها، سمي مهمل. فهمنا؟ هذا هو. نعم، اقرأ لنا. والسور كليا إن دل على الإحاطة بجميع الأفراد. نعم، السور كلي إن دل على الإحاطة بجميع الأفراد. إن أحاط بجميع الأفراد فقلت إنسان كل فرد مثلا، هذا يسمى سور كلي، لأنه أحاط بجميع الأفراد، يسمى سور كلي. نعم. نعم. وجزئيا على الإحاطة ببعضها. أما إن أحاط ببعض الأفراد فيسمى ماذا؟ سور جزئي. سور جزئي. فمن الكلام هذا قال تحت هنا قوله إن دل على الإحاطة بجميع الأفراد، أي سواء كان لفظ كل أو غيرها، لأن ليس لفظ كل يعني ليس لفظ كل بعينه، لا، كل أو عامة، هكذا، كل أو عامة أو كافة أو غير ذلك، مفهوم؟ ليس لفظ كل بعينه، لا، لكن كل هي المشهورة والغالبة في هذا اللفظ، لأن في الغالب تعبر بلفظ كل، الغالب أنك تعبر بلفظ كل. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو. نعم. زيد. يرى أن يعلم. وأربع أقسامه. اسمح لي، قال أو غيرها كما يأتي، وإنما نسب لكل لأنها الغالبة في الاستعمال، لأنها الغالبة في الاستعمال، لأنك أنت تستعمل لفظ كل، في الغالب تستعمل لفظ كل. ومثل هذا يقال فيما بعده في البعض، كذلك يقال في البعض. واضح؟ أيوة. نعم. وأربع أقسامه أي وأقسام السور أربعة. نعم، أقسام السور أربعة جماعة. السور أقسامه أربعة، إما سور موجب كلي، أو سور موجب جزئي، أو سور سالب كلي، أو سور سالب جزئي. فالأقسام أربعة، أقسامه أربعة حيث جار. واضح؟ حيث وقع، أينما يقع السور لا يخرج عن هذه الأربعة، إما موجب كلي أو موجب جزئي أو سالب كلي أو سالب جزئي، لا يخرج عن هذه الأربعة. مفهوم الكلام؟ نعم. حيث جرى أي وقع، لأنه إما سور إيجاب كلي أو جزئي. بالراحة. قال وأربع أقسامه. قال تحت قوله وأربع أقسامه جرد العدد من التاء. من المفروض ماذا يقول؟ وأربعة، لكن جرده من التاء، صحيح؟ وإن كان المعدود مذكر، لأن الصور مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. والقاعدة عندنا ما هي؟ القاعدة من 3 إلى 10 أن العدد يخالف المعدود. إن كان المعدود مؤنث العدد يكون مذكر، إن كان المعدود مذكر العدد يكون مؤنث، صحيح؟ أنت إذا قلت هكذا 3 رجال، فقل 3 رجال، لماذا؟ لأن الرجال مذكر، فلو بد العدد يكون مؤنث، تقول 3 رجال لأن المعدود مذكر. لكن تقول 3 نسوة، لماذا؟ أن المعدود مؤنث، لا بد العدد يكون مذكر. خطأ لو تقول 3 نسوة، خطأ، 3 نسوة.
وخطأ لو تقول 3 رجال، خطأ 3 رجال، لأن العدد لابد أن يخالف المعدود. صحيح؟ هنا الشيخ انظر ماذا قال: و4 أقسامه، من المفروض يقول و4 أقسام الصور، لأن الصور مذكر، لكن لماذا حذفها؟ لأن المعدود حذف. تقدير الكلام و4 والصور 4 أقسام، والصور 4 أقسام. لكن لما حذف المعدود اللي هو الصور يجوز أن ماذا؟ يجوز أن تثبت التاء ويجوز أن تحذفها. هذا فهمنا الكلام هذا. لذلك الشيخ قال: وإن كان المعدود لأنه محذوف، وعند حذفه يجوز الإلحاق والتجريد. عند حذف المعدود يجوز أن تلحق التاء بالعدد ويجوز أن تحذفها. مفهوم؟ وإن كان الأحسن مراعاة حال المذكر كما يشير له الشيخ، لكن الأحسن أن تراعي المحذوف، المعدود المحذوف، فتعبر عنه وإن كان محذوفا، فتقول 4 أقسام، أن المحذوف مذكر، معدود مذكر. هذا والعبرة بذكره على أنه تمييز. نعم زيد. أي وأقسام الصور 4 حيث جرى أي وقع، حيث وقع الصور فأقسامه 4. نعم، لأنه إما صور إيجاب كلي، هذا الأول بالراحة، لأنه إما صور إيجاب كلي، هذا الأول، أو جزئي، أو صور إيجاب جزئي، أو صور إيجاب جزئي 2، أو صور سلب كلي 3، أو صور سلب جزئي 4. لا يخرج عن هذه ال4 الصور. إما صور إيجاب كلي 1، إما صور إيجاب جزئي 2، إما صور سلب كلي 3، إما صور سلب جزئي 4. فهمنا؟ هذا هو يا جماعة الخير. نعم، فهم الكلام. نعم زيد. كما أشار إلى ذلك بقوله إما بكل، إما بكل، إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون بصور إيجاب كلي، صور إيجاب كلي، صور إيجاب كلي. نعم. نحو كل إنسان حيوان. الآن هذا صور إيجاب كلي، هذه موجبة كلية، موجبة كلية مصورة بصور كلي. صحيح؟ كيف تسمى كل إنسان حيوان؟ موجبة كلية. فالقضية مصورة بصور كلي وهو كل، وموجبة ليست سالبة، فهذا إيجاب، فهذا صور إيجاب كلي، صور إيجاب كلي، وهي قضية الموجبة كلية، قضية موجبة كلية. نعم، هذه الأول. أو ببعض اللي هو صور إيجاب جزئي. واضح؟ صور إيجاب جزئي. نعم. نحو بعض الإنسان كاتب. نحو بعض الإنسان كاتب. صحيح ولا لا؟ بعض الإنسان كاتب. هذا، فالآن هذا صور إيجاب جزئي، فهذه موجبة جزئية، موجبة جزئي. فهمنا؟ هذا هو. نعم. أو بلا شيء. أو بلا شيء معناها سالبة، كلية سالبة مصورة بصور كلي سالب. واضح؟ مصورة بصور كلي، لا شيء، لا شيء. واضح؟ نعم. نحو لا شيء من الإنسان بحجر. نعم، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة كلية، سالبة كلية. مفهوم يا جماعة؟ نعم. وليس بعض. وليس بعض، هذه سالبة جزئية، لأن ليس
سلب وبعض جزء، فهي سالبة جزئية. فهمنا الكلام هذا؟ نعم. الواو بمعنى أو. الواو بمعنى أو ليس بعض، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء أو ليس بعض. الواو بمعنى أو. فهمنا؟ أيوة. نحو ليس بعض الحيوان بإنسان. نعم، ليس بعض الحيوان بإنسان، صحيح ولا لا؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، اللي هو الفرس ليس بإنسان، الحمار ليس بإنسان، وهكذا. فالآن هذه سالبة جزئية، سالبة جزئية، لأنها مصورة بالجزء وسبقها السلب اللي هو ليس. مفهوم؟ كم عندنا الآن من صور؟ 4. كلية موجبة، جزئية موجبة، كلية سالبة، جزئية سالبة، 4. فالصور إما يكون موجب كلي أو موجب جزئي، وإما سالب كلي وإما سالب جزئي، 4. نعم. وقوله أو شبه. أو شبه عطف على كل. عطف على كل، واضح؟ إما بكل أو ببعض أو بلا شيء أو ليس بعض، كل هذا معطوف على كل. أو شبه معطوف على كل، معطوف على كل. فهمنا يا جماعة الخير؟ معطوف على كل، يعني الألفاظ هذه إما تكون كل أو ما يشبهها، إما كل أو ما يشبهها، وإما بعض أو ما يشبهها. ليس كل بعينه، لا، ليس كل بعينه، لا، كل وما يشبهها. لذلك الشيخ قال أو شبه، أو ما يشبه كل أو بعض أو غير ذلك. مفهوم؟ نعم. وقوله جلا أي أظهر الصورة الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها. نعم، أظهر، جلا معناه أظهر. أو شبه جلا أي أظهر الصورة، أي أظهر الصور الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها، هذا هو. لأن الصور يظهر الإحاطة إما بجميع الأفراد أو ببعض الأفراد. نعم. فشبه كل جميع وعامة. الآن ما هو شبه كل؟ جميع وعامة. تستطيع أن تقول كل إنسان حيوان، أو تقول عامة الإنسان حيوان، أو تقول جميع الإنسان حيوان. هذا كله يشبه كل، كله يشبه كل. مفهوم يا جماعة؟ أيوة. ولا قاطبة ولا طورة، كل هذا يشبه كل. إذا قلت قاطبة الإنسان حيوان يشبه كل لفظ قاطبة، ولا كافة الإنسان حيوان يشبه كل هذا اللفظ، ولا طورة الإنسان حيوان كذلك يشبه كل. فليس خصوص لفظ كل بعينه، لا، كل وما يشبهها. فهمنا يا جماعة؟ نعم. قال فشبه كل جميع وعامة. نحو جميع الإنسان حيوان. نعم. وعامة الإنسان حيوان. نعم، هذا هو. نحو جميع الإنسان حيوان أو عامة الإنسان حيوان، فهذه موجبة كلية، موجبة كلية. هذا قال تحت هنا قوله جميع وعامة أي وشبههما كأل، كأل، لأن أل هذه تفيد العموم، تفيد العموم.
والإضافة الاستغراقيتين الإضافة كذلك. وسائر وسائر الإنسان حيوان، وطرى طرى الإنسان حيوان، وقاطبة قاطبة الإنسان حيوان، كافة كافة الإنسان حيوان. كل هذا يشبهه ماذا؟ يشبه كل هذا يشبه كل. فهمنا؟ نعم. وشبه بعض. وشبه بعض، ما هو شبه بعض؟ فريق أو قسم أو طائفة أو حزب، واضح؟ إلى غير ذلك. نحو فريق من الإنسان كاتب. نعم، بعض يشبهها فريق كما قلنا، ويشبهها ماذا؟ يشبهها قسم، تقول قسم من الإنسان كاتب، ويشبهها ماذا؟ طائفة، ويشبهها حزب إلى غير ذلك. فهمنا؟ قال تحت قوله نحو فريق، أي فريق ونحوه كقسم وطائفة وحزب، وال والإضافة اللتين للجنس في ضمن بعض مبهم، هذه كذلك تفيد الجزء. ال والإضافة اللتين للجنس في ضمن بعض مبهم. مفهوم؟ نعم. فهمنا جماعة؟ فالآن بعض يشبهها قسم، يشبهها طائفة، يشبهها حزب إلى غير ذلك. نعم. وشبه لا شيء. وشبه لا شيء لا أحد. لا أحد، لا أحد من الإنسان بحجر. صحيح؟ أيوة. ولا ديار. ولا ديار كذلك. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار أحد. كذلك تقول لا ديار من الإنسان بحجر، كذلك ديار مثل لا شيء. فهمنا؟ كما قال سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار أحد، لا تذر أحد. أيوة. فهمنا؟ قال هنا قوله ولا أحد ولا ديار، أي ونحو ذلك من كل نكرة وقعت في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي ماذا؟ تعم. اقرأ معي تحت 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 في الحاشية، اقرأ الحاشية مهمة. قال قوله ولا أحد ولا ديار، أي ونحو ذلك من كل نكرة وقعت في سياق النفي. لماذا يا مولانا؟ لأن النكرة في سياق النفي تعم. نكرة في سياق النفي تعم. إذا قلت هكذا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فالآن النكرة اللي هي رجل وقعت في سياق النفي، لا رجل، فهذا يفيد العموم، يفيد كأنك قلت لا أحد في الدار، كأنك قلت لا أحد في الدار، لأن النكرة في سياق النفي تعم. هذه النكرة في سياق النفي تعم مثل لا شيء، مثل لا شيء. نعم. نحو لا أحد ولم تكن موضوعة للعموم، وإلا كانت في سياق النفي للسلب الجزئي كما يأتي. نعم. زيد. نحو لا أحد من الإنسان بفرس. نعم، لا أحد من الإنسان بفرس، ولا لا ديار من الإنسان بفرس. نعم. لكن لماذا ذكر البعض؟ لأن البعض هي المشهورة. لماذا لا يذكر عفوا، لماذا لا يذكر لا أحد لا ديار؟ لأن لا شيء هو المشهور، لا شيء هي المشهورة. نعم. وشبه ليس بعض. نعم. وشبه ليس بعض، ليس كل. ليس كل. شبه ليس بعض ليس كل. إذا قلت هكذا، إذا قلت ليس بعض الإنسان، ليس بعض الإنسان، ولا إذا قلت هكذا ليس 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 بعض ليس بعض الإنسان كاتب،
ليس بعض الإنسان كاتب. ماذا يصدق؟ بعض الإنسان كاتب، ليس بعضهم كاتب وبعضهم كاتب. إذا قلت ليس كل إنسان بكاتب ماذا تفهم؟ تفهم كذلك ليس كل إنسان بكاتب، تفهم كذلك منه البعض كاتب. زيد. وهي من أسوار السلب الجزئي. نعم، فهي من أسوار السلب الجزئي، ليس كل، من أسوار السلب الجزئي. أيوة، لو إذا قلت هكذا ليس كل حيوان بفارس، ليس كل حيوان بفارس، سلبت ماذا؟ هل سلبت الكل ولا الجزء؟ الجزء فقط. ليس كل حيوان بفارس لكن بعضهم فرس، فهي سلبت ماذا؟ سلبت الجزء فقط، فهي من أسوار السلب الجزئي. إذا قلت ليس كل لأن قلت ليس بعض، مثلها تماما. نعم. لأنها رفع للإيجاب الكلي. نعم، لأنها رفعت الإيجاب الكلي، رفعت الإيجاب الكلي، رفعت الإيجاب الكلي. هم ليس كل حيوان بفرس، رفعت ماذا؟ كل حيوان بفرس، هذا إيجاب كلي، رفعته ليس. قال ليس كل حيوان بفرس، فرفعت ماذا؟ الإيجاب الكلي. ما معنى رفعته؟ نفته، نفت، سلبته، سلب. ليس، لأن قبل أن تذكر ليس لو قلنا كل حيوان فارس، هذه ماذا؟ إيجاب كلي، إيجاب كلي. لما دخلت عليه ليس ماذا فعلت؟ رفعت الإيجاب الكلي. هذا ليس كل حيوان بفرس، رفع للإيجاب الكلي. فهم كلام؟ نعم، فهم كلام؟ هذا هو. فالآن ليس كل، هذا من أسوار السلب الجزئي، من صيغ ماذا؟ من صيغ السلب الجزئي، من صيغ السلب الجزئي. كأنك إذا قلت ليس كل حيوان بفرس، هذه نفت ماذا؟ رفعت إيجاب الكلي، لكن هي من صيغ السلب الجزئي، سلبت الجزء فقط. ليس كلهم، لكن ممكن بعضهم حيوان، ممكن بعضهم حيوان أو فرس. نعم، هذا هو. وقوله وكلها أي جميع. لا، اصبر. وليس كل، قوله تحت قوله وشبه ليس بعض إلى آخره، أي وكذلك بعض ليس، كذلك بعض ليس من صيغ السلب الجزئي. واضح؟ بعض ليس، بعض ليس. مفهوم؟ بعض ليس. إذا قلت بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه كذلك بعض ليس. ما معنى بعض ليس؟ يعني بعض الإنسان ليس بحيوان، هكذا، هذا معنى بعض ليس. فهمنا؟ بعض ليس معنى بعض الإنسان ليس بحيوان، هذه معنى بعض ليس. فهم؟ هذا. فقال هنا وليس بعض وكذلك بعض ليس. ما معنى بعض ليس؟ مثل بعض الحيوان ليس بإنسان. فهم؟ هذا. نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، أهو، هذه كذلك من صيغ الصور الجزئي، السلب الجزئي، من صيغ السلب الجزئي.
والحاصل أو قال لك الشيخ الحاصل أن صيغ السلب الجزئي 3. صيغ السلب الجزئي 3 ليس بعض، نحو ليس بعض الحيوان بإنسان، هذا الأول. وبعض ليس، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان. وليس كل، نحو ليس كل حيوان بإنسان. فهذه كلها صيغ السلب الجزئي، كلها تفيد السلب الجزئي، كلها تفيد السلب الجزئي فقط. فهمنا؟ أيوة. إذا قلت بعض الحيوان ليس بإنسان معناه سلبت هذا صيغة سلب جزئي، سلبت الجزء فقط، لكن الجزء الآخر قد يكون إنسان. إذا قلت كذلك ليس بعض الحيوان بإنسان تكلمنا، وبعض ليس، إذا قلت بعض الحيوان ليس بإنسان، لكن البعض الآخر ممكن يكون إنسان. إذا قلت ليس كل، إذا قلت ليس كل حيوان بإنسان، ليس كل حيوان بإنسان، صحيح؟ هذا رفع للإيجاب الكلي لكنه من صيغ هذا السلب الجزئي. إذا قلت ليس كل حيوان بإنسان، ليس كل حيوان بإنسان، لكن قد يكون بعض الحيوان إنسان. فهم؟ هذه كلها صيغ السلب الجزئي. نعم. ثم قال لأنها رفع للإيجاب الكلي، لأنها رفع للإيجاب الكلي. نعم. أي قال وذلك صادق بالسلب الكلي، ليس كل، صادق بالسلب الكلي وصادق بالسلب الجزئي، لكن المحقق إنما هو السلب الجزئي، هذا هو المحقق. فاقتصروا عليه ولم ينظروا للاحتمال الثاني اللي هو السلب الكلي لأنه مشكوك فيه. والحاصل أنك إذا قلت مثلا كل حيوان فرس، تابع معي في الكتاب، والحاصل أنك إذا قلت مثلا كل حيوان فرس كان ذلك حكما بالفرسية على كل أفراد الحيوان، صحيح؟ فهو إيجاب كلي. فإذا أدخلت على المثال أداة السلب وقلت ليس كل حيوان بفرس، فقد سلبت ثبوت الفرسية للكل، سلبت عنهم الكل، رفعت الإيجاب الكلي، هذا هو. وحينئذ يحتمل أن تكون منفية عن الكل وأن تكون ثابتة للبعض كما كنا نقول، وانتفت عن البعض فقط، وهذا هو المحقق. إذا قلت هكذا، إذا قلت ليس كل حيوان بفرس، فمعنى رفعت الإيجاب الكلي عن البعض فقط، رفعت عن البعض، فيبقى لك البعض الآخر ممكن يكون بفرس. نعم. لأنه إن كان هو الواقع فذاك، وإن كان الواقع انتفاؤه عن الكل فهو منتف عن البعض في ضمنه، لأن ما كان منفيا عن الكل لا يكون ثابتا للبعض قطعا بطبيعة الحال، فالانتفاء عن البعض حاصل على كل حال، والانتفاء عن الكل محتمل غير محقق، وهم لا يعتبرون إلا المحقق لأنه الذي يلزم الخصم، فاعلم ذلك. واضح جدا، واضح كلام الشيخ رحمه الله. فالآن ليس كل حيوان بفرس، هذا من صيغ السلب الجزئي، صيغ السلب الجزئي، كأنه سلب عن الجزء فقط، سلب عن الجزء أنه ليس بفرس، أما الجزء الآخر يكون فرسا. نعم. زيد. وقوله وكلها أي جميع القضايا الشخصية. نعم، جميع القضايا الشخصية، جميع القضايا الشخصية. والكلية المصورة بالصور الكلي، والمصورة بالصور الجزئي، والمهملة.
كم عندنا من قضية؟ 4. واضح؟ الشخصية والمصورة بالصور الكلي، المصورة بالصور الجزئي، والمهملة. 4 قضايا: الشخصية، الكلية، والجزئية، والمهملة. 4 كلها تنقسم إلى موجبة وسالبة، كلها تنقسم إلى موجبة وسالبة. فعددها كم؟ 8. فهي إذن إلى 8 آيبة، راجعة إلى 8. نعم. نعم. موجبة وسالبة. نعم، موجبة وسالبة. نعم. فهي إذن أي إذا علمت ما سبق من كونها موجبة وسالبة نعم. إلى 8 آيبة. راجعة إلى 8، راجعة إلى 8 أقسام، لأنك عندك مهملة موجبة وسالبة، كلية موجبة وسالبة، جزئية موجبة وسالبة، شخصية موجبة وسالبة. عندك 8 قضايا، فهي إذن إلى 8 آيبة، يعني راجعة. نعم. وهي الشخصية الموجبة. نعم. نحو زيد كاتب. عرفنا الشخصية. ما هي الشخصية؟ هي التي موضوعها معين، هذه هي الشخصية. احفظ هذه الأشياء وركز عليها. ما هي الشخصية؟ هي التي موضوعها معين. نعم. نعم. والسالبة نحو ليس زيد بكاتب. نعم، هذه شخصية سالبة، ليس زيد بكاتب. نعم. والكلية الموجبة. الكلية الموجبة معناها مصورة بصور كلي. نعم. نحو كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان، موجبة كلية. نعم، موجبة كلية. نعم. والسالبة نحو لا شيء من الإنسان بحجر. هذه سالبة كلية، سالبة كلية. نعم. والجزئية الموجبة نحو بعض الإنسان كاتب. ها الجزئية الموجبة، الجزئية الموجبة، وهي بعض الإنسان كاتب. نعم. والسالبة نحو ليس بعض الإنسان بكاتب. ليس بعض الإنسان بكاتب، هذه سالبة جزئية. نعم. والمهملة الموجبة. المهملة الموجبة يعني مهملة عن الصور. نعم. نحو الحيوان إنسان. نحو الحيوان إنسان. نعم. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الحيوان إنسان، صحيح. نعم. والسالبة نحو الحيوان ليس بإنسان. نعم، الحيوان ليس بإنسان، صحيح هكذا. والمهملة في قوة الجزئية. نعم، المهملة في قوة الجزئية كما سيأتي. المهملة في قوة الجزئية سيأتي إن شاء الله، أن المهملة في قوة الجزئية، أنك إذا قلت الإنسان حيوان كأنك قلت بعض الحيوان إنسان، كأنك قلت هكذا، لأن المهملة في قوة الجزئية. نعم. فهمنا؟ والمهملة في قوة الجزئية، فلذلك صدق قولنا الحيوان إنسان. لماذا صدق قولنا الحيوان إنسان؟ لأنها في قوة الجزئية، لأننا كأننا قلنا بعض الحيوان إنسان. لذلك صدق هذا قول. لذلك أنا سألتك قلت لك هل هذا صحيح؟ الحيوان إنسان؟ نعم صحيح، لأن المهملة في قوة الجزئية، كأنك قلت بعض الحيوان إنسان. صحيح.
نعم. زيد. فلذلك صدق قولنا الحيوان إنسان. نعم، والحيوان ليس بإنسان. نعم، لأنه في قوة قولنا بعض الحيوان إنسان. نعم، لأن الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو الإنسان، اللي هو الحيوان إنسان، في قوة قولنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. والثاني اللي هو قولنا الحيوان ليس بإنسان، في قوة قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان. نعم، واضح يا جماعة؟ اقرأ معي تحت قوله موجبة بفتح الجيم كما هو المشهور فيها، أي موجب فيها، أي مثبت فيها المحمول للموضوع، فحذف حرف الجر فاتصل الضمير بعامله واستتر، فهو من باب الحذف والإيصال. ويصح كسر الجيم على الإسناد المجازي موجبة، لأن الموجب هو المتكلم، وهذا هو المناسب لقولهم في المقابل سالبة. قوله وسالبة مجاز عقلي، لأن السالب هو المتكلم وليس هي، واضح؟ بالقضية لا القضية، مفهوم؟ فهو مجاز عقلي، لأن السالب، من هو السالب؟ هل هو القضية ولا المتكلم؟ المتكلم هو السالب، هذا مجاز عقلي. قوله والمهملة إلى آخره، يعني أن القضية المهملة التي لم يبين فيها كمية الأفراد، مهملة لم يبين فيها الكمية، لا كل ولا بعض، يحتمل أن يكون الحكم فيها على الكل، يحتمل أن يكون الحكم فيها على الكل، وأن يكون على البعض، لأنه لم يبين الكمية، صحيح؟ فيحتمل أن يكون الحكم على الكل، ويحتمل أن يكون على البعض. وكونه على البعض هو المحقق، لأنه إذا كان هو الواقع فالأمر ظاهر، وإن كان الواقع هو الحكم على الكل فيثبت للجزء من باب أولى. إذا كان الحكم ثابت للكل يثبت للجزء من باب أولى، لذلك قال فلأن ما ثبت للكل ثابت للبعض في ضمنه. نعم، فالبعضية محققة والكلية أحد احتمالين، فالآن البعضية هنا هي المحققة، هي المحققة، فلم يلتفتوا إليها لعدم تحققها، لم يلتفتوا للكلية لعدم تحققها، لأنها محتملة فقط، لأنها غير لازمة، فلا يلزم بها الخصم عند تسليم المهملة، يعني أن الخصم إذا سلم المهملة لزمه تسليم جزئيها لأنها محققة، ولا يلزمه تسليم الكلية لعدم تحققها. نعم، يلزمه تسليم البعض، التسليم بالبعض. فهذا معنى كونها في قوة الجزئية، أي أنها متى سلم صدقها لزم تسليم صدق الجزئية. الخصم مهما سلم بالمهملة لا بد يسلم بالجزئية، بالجزء، لأن الكل محتمل، لا يلزمه التصديق بالكل، إنه التصديق بالبعض، لأنه هو المحقق، لأنها تفيد ما تفيده الجزئية وتدل على ما تدل عليه، يعني المحقق ذلك فتأمل. لذلك حملوا المهملة على الجزئية، أن الجزء هو المحقق بخلاف الكل يحتمل. صحيح؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال تتميم الشخصية في حكم الكلية، ولذلك يصح جعلها كبرى في الشكل الأول والثاني، نحو هذا زيد، وزيد إنسان، ينتج هذا إنسان، صحيح؟ ونحو لا شيء من الحجر بحيوان، وزيد حيوان، ينتج لا شيء من الحجر بزيد. ووجه ذلك أن الحكم في كل منهما على مصدوق اللفظ من غير أن يخرج منه شيء عن الحكم، فتأمل.
الشيخ قال لك هنا الشخصية في حكم الكلية. الشخصية اللي هي زيد كاتب هذه في حكم الكلية، كأنك قلت كل إنسان حيوان مثلها في قوتها. الشخصية في قوة الكلية، لذلك يصح جعلها كبرى. تقول هذا زيد، وزيد إنسان ينتج هذا إنسان، يصح جعلها كبرى لأنها في قوة الكلية. نعم. كذلك تقول لا شيء من الحجر بحيوان، وزيد حيوان ينتج لا شيء من الحجر بزيد. هذا هو. فهم جماعة. فالآن الشخصية في حكم الكلية نفسها، الشخصية نفسها الكلية في قوتها. نعم. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.